لا ابوي اخذني الفندق شريفه، نزعني ملابسي. قلت له ابويا شلون تنام وياي؟ انا ما ايوه بدينا احكي لي شنو الموضوع؟ هسه احنا ما انت المفروض كنت تبلغيني هسه البيت شي من راح يفيد، لا راح يخلي المفروض من اول بس تدنا منه حتى تطلع منه. ما اتحمل هذا الحكي، انا ما اتحمله. يعني هذا واحد انا لو من عندك هذا خليه له سن مال جريديه واكتله واخلصنا عنده، يعني هذا لا هو مجرم لا هو حيوان. مخافة الله مو لا هو وحش، مخافة الله، وين مخافة الله بالموضوع؟ اذا هو هيك يسوي وياك ومعذب جهاله ويضرب ذاك اي والله يسلسلنا بالسلاسل، شهد الله يسلسلكم بالسلاسل. شنو حيوانات؟ روح جيب الصوندة خليه يضربنا بها روحوا وياه روحوا. وين الصوندة؟ خلينا نسمع بنين نحكي شنو صار وياك؟ انا كنت بيت عيالي. بيت عيالك؟ اي زين شنو استوني جبت؟ انا جايبه استوني الي 6 ايام. زين اجى ابوي اتفق ويا زوجي قال له اخذ بنين على مود ترجع امها. زين قال له ما يخالف، اجاني قال روحي، اخذ ابو عمره ابني الثاني عمره سنه اخذوه من عندي. من اخذه من عندك؟ هو زوجي. زين ليش اخذه من عندك؟ زين ابوي قال له عوفه يمك. زين تمام. جبت اللي عمره 6 ايام. زين وجيت وياه هنا قال لي يومين ورجع مالتك لغايه. زين ورا يومين امه ما رجعت. ورا يومين امه ما رجعت لغايه. زين انت بقيتي هنا شنو محبوسه؟ خلاني هنا موجوده. ورا يومين اخذ ابني ووداه لهناك. زين فطنا من صدري وداه لغايه. زين قلت له ابويا جاي الرضعه ومو زين عليه. زين قال لا الحليب اللي بصدرك دبيه على المغسله عادي ابنك خليه يرضع من هناك. زين قلت له تمام لان انا اخاف من عنده. خاف من هذا شو يسوي كان؟ حاط له صونده ومسدس وقافل الباب وخاف من عنده. زين والبيت كلها متروس كاميرات. زين يعني ما اقدر اطلع. زين ودى ابني. ليش ما عندك تليفون انت؟ لا ما عندي. ما قدرت تتواصلين ويا رجلك بيابا تعال هذا شو يسوي؟ هو اصلا متفق ويا رجلك لو اصلا ما هو اتفق ويا رجلي قال اريد مرت يعني بنتي اريدها وياي. زين ومن خابره. زين ودى ابني ورا يومين قال له خابره. زين قال له بنين طالبه الطلاق. زين قال له هاي هي واحنا حاضرين يم المؤمن. زين رحنا طلقنا وكملنا. هاي يعني طلقك؟ طلقنا شلون طلاق طلقك؟ مؤمن. شلون طلقك يعني؟ طبينا يم المؤمن. زين. طلع المؤمن برا قال بابا راضيه بالطلاق. قلت له انا اخاف من ابوي ولا تقول له لان عمتي كانت موجوده تقول لي لا طبيته وقلت اريد رجل ما يريدك. زين قلت انا لا رجل ما يريدني شلون؟ زين يعني اروح بيه يفتني خلاص. قلت لهم انا طالبه الطلاق ومتنازله عن الراي بالحاضر وعن الجهاد. زين خليته وجيت وياه. ثاني يوم اخذنا الفندق شريفه. فندق شريف وين صار هذا؟ هذا اللي يجيبون بيه اعراس وهاي. زين وين صار بأي مكان؟ ما ادري والله بس هو بشريفه. هناك بشريفه؟ اي هاي خوش هناك. اي بشريفه يوم كامل هو على اغتصابه ينام وياي. ينزعني ملابسي كلهن وينام وياي. اقول لك بنتي تحكين حكي خطر وشنو يعني مدى استوعب هذا الحكي؟ انا مدى يعني بس ما ادري تباين علي بس انا مدى استوعب هذا الموضوع يعني فعلا هذا اللي تكذبين علي ناصبه علي. حق ما من حسن. لا تحلفين انا ما ليش تحلفين بس انا مدى استوعب الموضوع. زين هو ابوك لو خاف مو ابوك؟ ابوي. شو اخاف مو ابوك؟ لا ابوي اخذني الفندق شريف. هنا ياتي دور العقل. الامر لا يحتاج الى شيخ او لا يحتاج الى دراسات او لا يحتاج الى عقل فقط. لو انتشر الشيء ده في المجتمع ايه اللي هيحصل؟ نتائج كارثيه كارثيه. لا هنعرف ده ابو مين ولا ده اخت مين ولا ده رايح فين ولا ده جاي منين. ما كل شيء له اخطائه وهي خطا من ضمن الاخطاء. فلذلك انتم قلتم على السيده عائشه انها كذا وكذا 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 واتهمتوها في اشياء كتير. طب واللي انتم بتعملوه ده ايه؟ رز بلبن صح؟ رز بلبن هو رز بلبن. فيعني الله يهدينا ويهدي الجميع. الحكايه مش محتاجه مذاهب ولا محتاجه ان نقول مذهب كذا ومذهب لا، والله محتاجه عقل ان انا افكر بس واعرف ان اللي انا نتائج فعلي هتوصلني لحد فين. ويكفينا فخرا واعتزازا اننا لا نفعل مثل هذه الافعال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتمنى منكم يعني اتمنى من الله قبل ان اتمنى منكم اتمنى من الله ثم منكم ان ينتشر هذا المقطع لكل الناس لكي يفكرون في الامر ويعقلون. اعقل. لو ترضاها لاختك اعقل، ترضاها لامك اعقل، ترضاها لعمتك اعقل، ترضاها لخالتك اعقل. والسلام عليكم ورحمه الله.